مساء الهنا ومساء البرد ومساء التكتكة ومساء المبكبكة، وزي ما انتوا شايفين كده بكبك بكابيك المبكبكة على أصولها. بصوا كده حاجة كده تدفي موت. بدأت بإيه؟ بدأت إن أنا حطيت اللحمة تتسلق، ولحمة ضاني زي ما انتوا شايفين كده، وخليتها اتسلقت لحد ما بقت دايبة دوب. شايفين المنظر عامل ازاي؟ طبعا معلش عشان البخار اللي عامل على الكاميرا سامحوني. جبت طبعا الهريسة، مش قادرة أقول لكم لازم تبقى مشطشطة. الأكل الليبي مشهور إن هو أصلا بيبقى مشطشط. عملت اللحمة واديتها صدمة واديتها شقشاق مية في شقشاق مية، وبعد كده زودتها زي ما انتوا شايفين مع ملح وفلفل اسود، ورجعت حطيت الهريسه وسبتها مع بعضها كده، ورجعت بعد كده قلبتها وزودت لها الميه بتاعت مقدار المكرونه اللي هسوي فيه زي ما انتوا شايفين كده، والميه تكون مغليه علشان ما توقفش سوى اللحمه الجميله الدايبه دوب. قلبتها تقلبتين كده وسبتها تكمل غليان، ونزلت بالمكرونه المقصوصه زي ما انتوا شايفين كده بتنزل نيه، اوعوا تنزلوها مسلوقه. بصوا الجمال عليها، شكلها تحفة ولون المبكبكة يجنن، وشكل الهريسة مع المية اللي اتحطت مدياها لون تحفة تحفة تحفة. بسيبها بالشكل ده كده وبروح مغطية عليها النار، وبعد كده ببدأ افتح عليها الغطا تاني واديها تقليبة، وشايفين بتبكبك بكابيك ازاي، هتبقى في منتهى الجمال. واغطيها واسيبها تستوي كمان شوية، وشكلين حاجة كده يتشم ريحتها. يا عالدفا يا عالدفا يا عالدفا. بصوا المنظر عامل ازاي، ما شاء الله عليها. بتسيبوها بتكمل السوا بتاعها لحد ما بتوصل لدرجة السوا اللي انتوا عايزينه. الله عليها، احلى مبكبكة باللحمة الضاني في منتهى الجمال. بس خلوا بالكم مشطشطة نار، اوعوا الاطفال ياكلوها لو ما بيحبوش الحاجات المشطشطة. وخلصت المبكبكة، وصحتين وعافية على قلبكم. ودي احلى اكلة في الدفا اللي احنا فيه ده، او في التلج اللي احنا فيه ده، واحلى حاجة تدفينا. فيديو سهل وبسيط وفي وصفة سهلة وبسيطة، بس بتدفي موت. الجو برد ومحتاجين حاجة تدفينا، ومفيش أحلى من المبكبكة. صحتين وعافية على قلبكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.